السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كي قرب موعد امتحان البكالوريا بزاف منكم يتساءل: هل استخدام قلم الرصاص والاقلام ملونه في الرسم مسموح؟ هل نقدروا نديو معنا صاك صغير او مقلمه نحطوا فيهم الادوات وندخلوهم لقاعه الامتحان؟ هل نقدروا نديو معنا ساعه اليد؟ هل الآلة الحاسبة كازيو مسموحة؟ هل نقدروا نستخدموا الشريط اللاصق باه نلصقوا أوراق الإجابة الإضافية؟ كامل هاد الأسئلة اللي تدور في راسكم راح نجاوبوا عليها في هاد الفيديو إن شاء الله. تابعوا الفيديو الأخير وإن شاء الله تستفادوا. هل استخدام قلم الرصاص والأقلام ملونة في الرسم مسموح؟ إيه، عادي تستخدموا قلم الرصاص في الرسم، مثل رسم الجداول أو المنحنيات البيانية أو الأعمدة البيانية. المهم حرصوا تستخدموا قلم رصاص يكون اللون تاعه واضح، لكن الأقلام ملونة ممنوع. مثال كي تجيو ترسموا الأعمدة البيانية استبدلوا الألوان بخطوط أو مربعات أو دوائر صغار، ديرهم بقلم الرصاص. الآن نروح الإجابة عن السؤال الثاني: هل نقدروا نديو معنا يوم الامتحان صاك صغير أو مقلمة ونحطوا فيها الأدوات وندخلوها لقاعة الامتحان؟ إجابتي هي ممنوع تدخل صاك لقاعة الامتحان. الصاك خليه في قاعة حارس الثانوية، وكاين اللي ما يخليوهمش حتى يدخلوا المقلمة، لكن تقدروا ديروا الأدوات تاعكم في ملف شفاف. السؤال الثالث: هل نقدروا نديو معنا ساعة اليد؟ نعم، تقدروا تديو معكم ساعة اليد باش تشوفوا الوقت، لكن الساعة الذكية ممنوعة. السؤال الرابع: هل الآلة الحاسبة كازيو مسموحة في امتحان البكالوريا؟ كازيو البيانية ممنوعة، لكن كازيو العادية مسموحة. السؤال الخامس: هل نقدروا نستعملوا الشريط اللاصق باش نلصقوا أوراق الإجابة الإضافية؟ الإجابة لا، لكن تقدروا تستخدموا الجرافوز باش تلصقوا الأوراق الإجابة الإضافية. نتمنى يفيدكم هذا الفيديو. إذا عندكم أي سؤال آخر خلوه في التعليقات وراح نجاوبكم عليه. بالتوفيق.